اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهارده حبايبي هنعمل البيتي فور الدايب الجميل الهش اللي مش هينفش مننا ولا اي حاجه، ولا تقولي لي بقى محلات، ولا تقولي لي بقى افران، يعني بعد احترام لاي حد. الكميه الجميله الحلوه اللي قدام مننا دي بنص كيلو من الدقيق، يعني حوالي 5 كوبايات من الدقيق، ربع كيلو من السكر، اقل من ربع كيلو كمان. تعالوا نشوف عملنا الجمال والحلاوه والطعامه دي ازاي. بصوا انا مش عايزه امسكها بس عشان لسه طريه. بصوا حاجه يعني اللهم بارك، اللهم احسن ما بين ايدينا، واللهم اجعله شاهدا لنا يوم القيامه. وما تنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك ودعوه حلوه عن ظهر الغيب. ويلا بقى نخش الفيديو بسرعه نشوف هنعمل التحفه الجميله دي. من نص كيلو دي هنعمل الكميه الكبيره دي. اللهم بارك. تركتكم في معيه الله وامنه. حبايبي النهارده بقى ان شاء الله نعمل مع بعض شويه الفطور، وهنشوف كل حركات والتكات وكل تكاليفه وكل تفاصيله، وان شاء الله يبقى سهل عليكم وتعملوه ويطلع احسن من اللي انا هعمله برضه ان شاء الله. اللهم اغفر ما بين ايدينا، اللهم اجعل شاهدا لنا يوم القيامه. هنصلي على رسول الله. انا عندي هنا 400 جرام من الزبده اللي اسفه من السمنه، وعندي حوالي 100 جرام من الزبده البلدي. اختياري بقى، عايزه تعملي زي ما قلت قبل كده بسمنه وزبده ماشي، يعني زبده بلدي بسمنه بس ماشي زي ما يعجبك. بس يبقى عندي حوالي نص كيلو من الماده الدهنيه، السمنه او الزبده بتاعتي، وده كيلو من الدقيق. هاخد منه قد ايه بقى؟ هنشوف دلوقتي العجينه او المقادير بتاعتي الطاوله هتاخد معايا قد ايه. كوبايه من السكر، حوالي ربع كيلو من السكر. تمام. انا دلوقتي وعندي هنا هاخد رشه من الفانيليا ورشه من ريحه السمنه البلدي. دي اختياري يا جماعه، ماشي؟ بس الفانيليا لازم تحط فانيليا عشان هتحط بيض على البيض. دلوقتي انا هسمي الله وهضرب الزبده بتاعتي وهرجع لكم، وبعد كده هنزل بالسكر ونشوفها كده خطوه. ورجعت لكم يا حبايبي. انا هنا ضربت السمنه والسكر مع بعض، وحطيت رشه الفانيليا اللي قلت لكم عليها ورشه من السمنه البلدي. دلوقتي انا هسمي الله وهنزل باول بيضه كده وهضربها لحد ما تختفي. بسم الله. وبعد كده هنزل بالبيضه الثانيه. لازم تضربي بيضه تختفي، بعد كده تنزلي بالبيضه الثانيه اهو. انا كده شويه معاذ عشان تبان. انا يا حبايبي لما جيت اشتغل شغلت الفرن عشان يبقى سخن عندي وحامي وينجز معايا. ادي البيضه الثانيه اهي. ولازم يا جماعه اي حاجه هيبقى داخلها سكر ان كان قريبه بتيفور بسكوت، لازم السمنه ما تكونش بدرجه حراره الغرفه اسفل، لا لازم السمنه تكون ماسكه نفسها. يعني تحطيها في الفريزر كده قبل ما تشتغلي بنص ساعه او حاجه، سبيل ان انت برضو ما تتعبكيش وانت بتشتغلي بيها. طبعا انا كده كنت حاطه رشه الفانيليا. ادي كده الحاجه بتاعتي بتتضرب في قلب بعضها. هخلص بقى كده وارجع لكم تاني. ادي يا حبايبي اول كوبايه من الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نزلت بيها اهو، بنزل ببقيتها. طبعا انا بجيب كيلو يا جماعه، لكن انا مش هعمل كيلو، هعمل نص كيلو بس انا علشان اشوف الماده السائله هتاخد قد ايه. تمام. المهم انا بقى دلوقتي هكمل بقيت عجنها بايدي عشان اعرف الملمس بتاعها وارجع لكم تاني. ورجعت لكم يا حبايبي، وادي العجينه بتاعتنا اهي. انا بس زودت لها حوالي معلقتين من السكر بس كده. هي خدت معايا حوالي 5 كوبايات من الدقيق. تمام. هي الحمد لله اللهم بارك ما بتلزقش اهي. تمام. في كام تركيه بقى هقول لكم عليها. هي نمره 1 زي ما قلت لكم السكر لازم يبقى بودر. لو هتعملي اي حاجه من الحاجات اللي زي كده عفوا البسكوت البيتيفور الغريبه لازم السكر يكون بودر ناعم. السمنه لازم تكون ماسكه نفسها شويه. تمام كده. انا بقى هنا عندي دي ادي انا قلت اقول لكم على الكام تركايه دول ماشي اهي. اللهم بارك. هي زي ما قلت لكم خدت معايا 5 كوبايات من الدقيق وايدي نضيفه اهي. عندنا بقى هنا بسم الله الرحمن الرحيم هاخد معلقه من الكاكاو
هندخله بقى كده بالطريقه دي. بسم الله. وليه انا حاطه معلقه السمنه دي؟ هقول لكم انا ليه حاطه معلقه السمنه. عشان انا هاخد جزء صغير من العجينه بتاعه البيتي فور، هعمل شويه بالكاكاو. تمام. فلما انا هحط عليها الكاكاو العجينه هتبقى ناشفه شويه، قاسيه جامده. فعشان كده انا ايه حطيت معلقه السمنه الصغننه دي، وهدعك بيها كده الايه شويه الكاكاو بتوعي بالطريقه دي كده عشان تبقى جوسي. ولو احتجت شويه كمان هحط، ما احتجتش خلاص يبقى تمام. الخطوه دي مهمه يا جماعه. لو قسمت العجينه او خدت المقدار اللي انت عايزه تعمليه بالشوكولاته من غير ما تحطي معلقه السمنه دي او الماده الدهنيه هتقسى معاكي ومش هتعرفي تشكليها. كده انا عندي هاخد جزء صغير وليكن مثلا التلت، والتلتين هعملهم ابيض. يعني مثلا ادي حته اهي. بسم الله. وادي حته كمان. هات كده يا معاذ. يعني كده مثلا ايه انا خدت التلت والتلتين، مثلا ممكن انقص حته صغننه كمان كده بس عشان احنا مش بنحبها بشوكولاته قوي. بعد كده بقى بايدك، يعني انت ايدك انت الملمس الوحيد والترمومتر الوحيد اللي هتقدري تتحكمي فيه وفي الحاجه اللي انت بتعمليها. تفضلي بقى تعجنيها كده في قلب بعضها عشان لما تيجي تشكليها تبقى طريه معاكي وتبقى سهله. انا بقى يا جماعه عندي مكنه بيتي فور بس بايظه، فانا علشان ما نغلبش نفسنا هستخدم القمع ده زي ما بعمل كل سنه. هوريكم ان شاء الله احنا يعني هعمل بيه ازاي باذن الله. وزي ما قلت لكم الفرن عندي شغال. اول ما بدات اعمل اي حاجه شغلت الفرن. يبقى احنا السكر عندنا لازم يبقى السكر بودر، والسمنه لازم تكون ماسكه نفسها، ما تنفعش سمنه سايله. لو عملت السمنه وهي سايله بدرجه حراره الغرفه مش هتعرفي تعملي حاجه. بس احنا ما بنحبش بقى الايه اللي هو بالشوكولاته يكون غامق قوي. هو كده كويس جدا. لو حسيت ان هو محتاج معلقه صغيره كاكاو هضيفها، ما كانش يبقى خلاص تمام كده. هديله بس سن دقيق صغيره عشان زي ما انتم شايفين كده هي بتلزق في ايدي، انا مش عايزاها تبقى بتلزق كده. انا هرجع لكم بقى تاني وانا جايه بشكل ان شاء الله. دلوقتي هسمي الله بقى وهبتدي كده اشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. تعملي زي نظام روزيتات كده او وردات بالشكل ده كده اهو. يعني يا جماعه مفيش حاجه هتوقفنا. يعني ما كانش عندنا مكنه بسكوت عملنا بالقمع اللي هو واخد شكل المشط ده. ما عندناش مكنه بيتي فور او عندي بس بايظه. احاول كده ممكن ان شاء الله بعد ما احط الصينيتين دول احاول اشغلها. ان اشتغلت ما اشتغلتش ان شاء الله مش هنقف على حاجه. تمام. انا كده بعمل اللي هي البيضه اللي هي بالكريمه دي، والصينيه التانية دي هعملها اللي هي بالشوكولاته. بسم الله. هفصل بس الفيديو على بال ما اخلص الصينيه وانا بعمل اللي هي بالشوكولاته برضو هرجع لكم تاني. دلوقتي انا بعمل اللي هي بالكاكاو بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. حاول تلفف الصينيه معايا كده يا معاذ معلش. ايوه كده عشان بس ظهري وجعني. حاول تلففها كده يا بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا على المعلقه بتاعت السمنه اللي انا حطيتها يا جماعه. خلت اللهم بارك العجينه لينه وبتمشي في ايدي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. لفف كده يا بابا. هخلصها بقى وهوريكم الصينيتين وانا جايه ادخلهم الفرن ان شاء الله. حبايبي ورجعت لكم وادي البيتي فور بتاعي. بس انا طبعا لسه ما عملتش التوبنج بتاعه او الجرنشه بتاعته. دول ال5 كوبايات. الحمد لله لا فرش ولا نفش ولا اي حاجه. انت بس بتقل التسويه شويه. دي عشان كانت اخر صينيه. بصوا اول صينيه التسويه بتاعتها جميله ازاي، بس دي عشان كانت اخر صينيه بقى نسيناها شويه. وادي الشويه اللي انا عملتهم بالشوكولاته. تمام. ادي كده اهم. دول شكلهم اهم اللهم بارك. دلوقتي بقى انا ايه هبتدي اعمل التوبنج بتاعهم او الجرنشه بتاعتهم. الجرنشه بقى عباره عن ده سوداني مجروش اهو ناعم، ودي جوزة الهند، ودي المربى اللي انا هقفل بيها. تمام. وعندي هنا الشوكولاته. انا جايبه ربع كيلو من الشوكولاته الدارك، قطعتها مكعبات زي ما انتم شايفين كده، مكعبات صغيره.
وهبتدي ان انا ايه اسيحها. تمام. اول ما تسيح بقى معايا الشوكولاته هرجع لكم واشوف هنجرنشها ازاي. يبقى دول كده ال5 كوبايات من الدقيق هم اللي عملوا معايا الكميه الحلوه دي، اللهم بارك، مش وحشه. وبعد كده هجرنش انا بقى كده بالسوبنج ده ونرجع مع بعض. انا هنا عندي هستخدم الاسباتولا او معلقه علشان خاطر ان انتي تسيحي بيها الشوكولاته. انا بسيحها على حمام ميه يا جماعه. انا كده هسيبها بس شويه. انا جايبه اي حاجه عندك، ألمونيا، براد، لبانه، بتحط فيها ميه تغلي وبعد كده بتحط الشوكولاته من فوق وتفضلي تقلبي فيها كده وتسيحيها. في ناس بتحط عليها زيت بس انا بصراحه مش هحط زيت عشان برضو ما يغيرش الطعم او يزحلق الحشو من على البيتي فور. لما تسيح بقى الشوكولاته هرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه ان شاء الله. ورجعت لكم يا حبايبي، وادي الشوكولاته بعد ما سيحتها على حمام ميه زي ما قلت لك. لو عندك براد ماشي، لبانه، ألمونيا ماشي. اهي ساحت وبقت بالشكل ده. دلوقتي انا هسمي الله وهبتدي اجرنش الحاجه بتاعتي. هعمل واحده مثلا سمره مع واحده بيضه. انا هنا عندي مربى، عندي هنا مربى حطاها في كيس، بحط سنه صغيره هنا كده اهي. اي نوع مربى بقى انت بتفضليه. تقفلي بالشكل ده كده اهي، توزعها كده على بعضها، واحده بيضه وواحده بني. تنزلي بيها بالشوكولاته هنا. انا زي ما قلت لك عندي الجرنشه بتاعتي في سوداني وفي جوز الهند. انا هنا بنزل بيها بجوز الهند اهي بالشكل ده اهي كده. ادي اول واحده احنا عملناها اهي، يما بيضه ويما سمر اهي. بتحطيها على ورقه زبده. بعد كده ارجع اعمل واحده بيضه وواحده سمره تاني برضو اهي. بتاخدي جزء من المربى بالشكل ده كده اهي، سنه صغيره خالص كده. وزي ما قلت لك اي نوع بقى انت بتفضليه. انا جبت المربى دي مربى سايبه، مربى التين. انا كل سنه بعملها بالمشمش بس ما لقيتش بقى مشمش المره دي. برضو واحده بيضه وواحده سمره. بتغطسي كده في الشوكولاته بالشكل ده كده، تمسحيها كده كويس. ولو مسكت منك الشوكولاته عادي على حمام الميه تاني، بتسخني الميه تاني وبتعمليها كده بالشكل ده كده اهي. وبرضو بتحطيها هنا كده على ورقه الزبده. هعمل معاكم واحده كمان وبعد كده بقى افصل الفيديو، وبعد كده ايه اكمل انا بقى كده مع نفسي. ولما اخلص خالص هرجع لكم ان شاء الله. هو الشاهد بس من الكلام ان هي ولا فرشت مني ولا فكت ولا اي حاجه خالص. انا شغاله هنا على فكره اهو. برضو واحده كمان اهي. لو فرضا يعني فرضا ان هي اتكسرت زي ما حصل معايا كده، ده وارد، كل شيء وارد، مش هيحصل لها اي حاجه. تضغطي عليها ضغطه بسيطه كده او ممكن تستبعديها خالص بقى. يعني انا ممكن اشغلها بس انا يعني عشان مستعجله وعايزه بس اقفل لكم كده الفيديو عقبال ما اخلص. فانا هحاول كده برضو احط كده حته مربى من هنا كده اهي. ادي واحده كمان اهي برضو بجوز الهند. برضو بتحطيها على ورقه زبده. ما عندكيش ورقه زبده ما فيش مشكله، يعني مش لازم يعني ورقه زبده، ممكن تستبدليها باي حاجه تانية عندي مش مشكله. ممكن تحطيها في صينيه ألمونيا، ممكن تحطيها في اي حاجه. بس بتكرري بقى الموضوع كده اكتر من مره اهو. هات هنا ايدك بعد اذنك اهي. برضو واحده بيضه وواحده سمراء اهي. وبرضو بتغطسي كده في الشوكولاته بالشكل ده، بتسيبها تصفي. بعد كده تنزلي بالسوداني. عايزه السوداني يبقى خشن عن كده شويه مفيش مشكله اهو. هات بقى كده. ممكن تعملي فورماسيه بس احنا عندنا منحبش الفورماسيه قوي يعني. هو ليه ورقه زبده عشان لما تقع شوكولاته او حاجه ما تبهدلش الدنيا، تبقى على ورقه الزبده وتنشف. هخلص بقى كل الكميه وارجع لكم تاني. وصلت يا حبايبي، انا كده خلصت. ادي الفطور بتاعي بيعمل حاجه تبارك الله من بسم
ادي البيتي فور بتاعي، نص كيلو من الدقيق، و200 جرام من السكر البودر، ونص كيلو من السمنة، يا سمنة صافي اي نوع تحبيه، عايزة تزودي حبة سمنة بلدي مفيش مشكلة. ادي البيتي فور بتاعنا يا جماعة. بصوا بقى انا عايزة اوريكم حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. بصوا بصوا بصوا، شايفين؟ بعد احترامي لاي محل او اي فرنة، حاجة اقسم بالله من الاخر من الاخر. دي كانت حلقة النهاردة، ده كان البيتي فور بتاعنا. يا رب تكون الحلقة عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ودعوة حلوة لاختكم عن ظهر الغيب، وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب. ده نص كيلو من الدقيق فعلا، بس انت لو رحت تجيبيه الكمية دي من المحل هتعمل معاكي اكتر من 2 كيلو، يعني هتلاقي نفسك دخلتلك في حوالي 240 جنيه. احنا عملناه في البيت وبطريقة شيك وبطريقة جميلة ونظافة. بعدين بصوا، واحدة يمة بني وواحدة بيضة، يعني حاجة كده شغل فاخر من الاخر كده زي ما بيقول. كل سنة وانتم طيبين حبايبي، ويا رب اكون كنت ضيفة خفيفة على قلبكم. ودي كانت حلقة النهاردة. ما تنسونوش باللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ونصلي ونسلم على خير خلق الله. وما تنسونوش بدعوة حلوة بقى، ودمتم في رعاية الله وامنه، وتركتكم في معية الله.